بما اني وعدتكم ان هيبقى سيت اب جديد، دينا جديده، فيديوهات جديده، فانا كنت في رحله ما الى احد المدن السياحيه الجميله جدا، وقلت يا جماعه لا، انا دينا جديده، انا لازم اصور للناس حاجه، انا مش هرجع وايدي فاضيه. فتعالوا نشوف انا عملت لكم انمي في الاسكندريه. لم تمشي الخطه كما خططت لها. بانكاي. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد. بصوا زي ما قلت لكم في البدايه، انا كنت مسافره اسكندريه لاغراض تفسحيه، عايزه اتفسح، اشم هوا، بحب البحر، انا عاشق البحر جدا. فانا قلت لا يا دندون، ما ينفعش ترجعي ايدك فاضيه وانت بعد ما رحتي اسكندريه، اعملي بقى فلوج للناس عشان كانوا طالبين منك حاجات معينه. فالخطه كانت كالاتي: واحد، دلوقتي في شارع في اسكندريه فيه تقريبا اكتر من ستور جنب بعض، هدخل اصور الحاجات بتاعت الستورز واسالهم بكام عشان كان حد طالب مني الطلب ده. اتنين، في واحد من اشهر الكوسبلايرز المصريين، هو اصلا من اسكندريه، فكنت هكلمه استاذن ان انا اقابله واعمل معاه لقاء عن الكوسبلاينج والكوسبلايرز وكده. تلاته، اكل اكل ياباني في مطعم ياباني واصور التجربه بتاعتي. هل ده حصل؟ كمل الفيديو واعرف. نبدا بالخطوه الاولانيه. اللي حصل كالاتي: انا دلوقتي لقيت الستورز موجودين، فالمطلوب ان انا هدخل جوه الستور، جوه المحل، هقول له السلام عليكم، انا اسمي دينا، كونتنت كريتور انمي، وعايزه اصور عندك. انا عمري ما عملت كده. انا عمري ما عملت كده. فانا كنت قلقانه جدا ومتوتره جدا ومش حابه الموقف جدا. انا ما احبش اقول ممكن يفتكروا شحاته مثلا. اصل الكونتنت كريتور بيروح يبقى عايز ياكل، يدفعوا له الاكل، انتوا عارفين الكلام ده. والله مش عايزه كده. انا في حد بس قال لي انا عايز ستورز يا دينا في الفيديوهات اللي قلت لكم في الانستجرام، لو مش عامل لي فولو اعمل فولو في الانستجرام، عشان بص انا مرهقه من الفيديو وانت يعني ايه ما عبرتنيش هناك. المهم فقالوا لي يا دينا عايزين نصور الستورز او تدخلي الستورز نتفرج عليها. فقلت جمهوري، دينا الجديده لازم تسمع كلام جمهورها. فدخلنا فعلا ورحنا الشارع اللي هو فيه الستورز، ودخلت لاول ستور كان اسمه انمي هاوس ستور. وزي ما وعدتكم الفيديوهات اللي انتوا عايزينها انا بعملها لكم. انا النهارده في اسكندريه وهنزور كذا ستور بيبيع حاجات انمي. بما ان الدراسه بدات فكلنا طبعا بنحب قوي الحاجات اللي عليها انمي. عندهم هنا كوليكشن حلو، او بص بتاعت ناروتو دي تحفه جدا. جوزي توجي ماشي، حلوه قوي بتاعت توجي دي يا جماعه. بصوا دي، بما ان الفيلم بتاع ديمون سلاير نزل، حلوه. بصي حلوه ازاي. كيلوا، زورو، بليتش. بليتش تعالي بليتش. معلش السكتشات دي فرنج كام؟ 70 جنيه. دي فرنج 70 جنيه. طبعا الحاجات دي اللي انتوا بتحبوها. تعالي بقى هنا. سؤال، بصي لي يا كاميرا لو سمحت، انتوا بتحبوا الدبوسات دي ليه؟ انا لسه اعرف الدبابيس دي انتوا بتحبوها ليه، بس كل اللي بيتفرج على انمي دايما بيحبها. عندهم كوليكشن جامده جدا فيها جميع انواع الانمي. لوفي، دابي، ده مين ده؟ دي حاجات بحط عليها الكوبايات. السلاسل حلوه قوي يا جماعه. بصوا دي بتاعت لوفي حلوه قوي. دي اللي هي اللي بتتربط على الراس. اوكي تحفه. شرابات، شرابات، عندهم شرابات. بصوا ده زورو، وده ايه؟ الميداليات. حاجات حلوه جدا جدا. سلاسل اللي بيحبوا دي فاكهه الشيطان. بصوا بقى على الناحيه التانية في حاجات كيوت جدا. الحاجات البتاعه دي حلوه قوي. شوف شكلها عامل ازاي. دي حاجات الميه تقريبا برضو عشان المدارس وكده رايحين الميه. دي الفيجرز، بوسترات. بصوا يا جماعه عسل ازاي، كيوت ازاي الميداليات دي، حلوه قوي. دي احلى. ودي ايه ده؟ ايه ده؟ ده تقريبا الماوس بتاعت الماوس صح؟ بصوا عندهم اشكال مختلفه كلهم عشان اللي بيشتغل كتير وبيحب الحاجات بتاعت عمرنا ما هنلاقي حاجه للبليتش كده. فقشطه دي حاجه. بس هو عامة احنا عندنا يعني حتى لو مفيش حاجة بالبليتش احنا عندنا اوبشن الطباعة. كده كده عندنا اوبشن الطباعة، ممكن تعملي أي مج بالصورة أو الديزاين اللي أنت عايزاه، ماوس باد، كوستر، طب وحاليا حلو قريب هيبقى كويس. فيه جرابات وحاجات تانية كتير. اعتقد دي اللي بنملى فيها ميه وبتظهر حقيقية. بصوا الشنطه عامله ازاي. ايتاتشي، ايتاتشي فخمه. شنطه ايتاتشي فخمه يا جماعه، حلوه قوي. ودي برضو بصي ناروتو عامل ازاي.
لوفي قاعد على البتاعه دي، حلوه جدا دي، شكلها عسل جدا. دول ايه بقى؟ دول الشوب ستيكس العاديه بكام دي؟ دي عامله 120. عامه شوب 6 عندها بتبدا من 15 جنيه معاكي لحد 120. دي المعدن بتبقى مستورده تمام. مالتي يوز، تقدري تغسليها وتستخدميها تاني براحتك. اوكي. عندك حاجه زي كده سنجل يوز، دي برضه سنجل يوز. في برضه دي سودا مستورده عامله 80 مالتي يوز برضه. تمام. خواتم دي عسل قوي. عندهم فرع تاني، يلا نروح. هتخرج من الفرع اللي هناك نفس الشارع تقريبا، هتدخل هتلاقي الفرع التاني بتاع انمي هاوس. عندهم بقى المره دي ده متخصص في الشنط، في التيشيرتات. تعالوا ناخد جوله سريعه، يلا بينا. دي الشنط تقريبا اللي هي صغيره، حلوه قوي. بصي بتاعت لوفي، لا بصي بصي دي دي حلوه قوي. دي بكام معلش؟ دي 240. دي ممكن يتحط فيها الموبايل، يتحط فيها الفلوس، اللي هي الحاجات دي. اهو بص كونان، لا يا جماعه بحب كونان جدا. النوت بتاع كونان حلو عسل جدا. الشنط. نرجع بقى تاني تيشيرتات. عندهم بقى تيشيرتات متنوعه، مش اللي هي العاديه بتاعتنا اللي بنطبع عليها، لا كانها تيشيرتات كوره، حلوه قوي. بلو لوك لا مش عارفه ده مين. ده اليابان بقى، تيشيرت اليابان ده تحفه. ده بتاع ايتاتشي تحفه. دول بكام؟ دول 350 وعليهم اوفر حاليا الاثنين. لا دول جامدين، اسعارهم جامده بصراحه. حاجات تانية بتاع وان بيس بقى، ده تحفه صح؟ جامد. زورو، وان بيس تاني، كيلوا اهو. هانتر برضو، بتاع هانتر حلو قوي قوي. ده لو رايح ايفنت او حاجه بيبقى جميل جدا، لو انت بتلعب كوره برضو الولاد. ده بي اس جي جوجيتسو. وبعدين هننزل بقى هنا، دي حاجات ايه ده بتاع نيزكو. وده بكام؟ ده حاليا عامل بقى. انا بفكر اجيب ده واروح بيه الفيلم، بس مش عارفه هعمله ولا دي بتاعت جيت نوبرا ماشي طبعا. زينتسو. وده بتاع ناروتو. طيب ولقيت كمان ايه الحاجه المحببه انتوا بتحبوها، المانجا. رف مانجا اهو من فوقه لتحته. ايه اكتر مانجا الناس بتسالك عليها مثلا؟ هو الفترة دي أغلبها بلو لوك حاليا. بلو سلاير اللي هو من بعد أول فوليوم 17 تقريبا، اللي هو الأرك بتاع الانفينيتي كاسل. حاليا برضه كويس، يعني الناس بتسأل كتير. وان بيس، سبايكس فاميلي، في اتاك اهو. فيجا بوند ده برضه انا سمعت عنه. برزيرك، الحاجه دي برضه الناس اللي هو ده بيبقى اسمه ايه، مجلد ولا؟ ديلوكس اديشن. هما كلهم مجلدات، بس ده بيبقى الديلوكس اديشن بيختلف شويه. بتبقى الكواليتي بتاعته اعلى، وغير كده ده بيبقى فيه 3 فوليومات من الفوليوم العادي. والكواليتي بتاعتها بتبقى اعلى، بيبقى فيه هارد كفر بقى، والكواليتي برنت بتبقى اعلى شويه. شكله حلو ده، يعني شكله هتتحط كمان. يعني لو مش عارفين لما جمعوا 9 فوليومات جنب بعض بيعملوا شبه لوحه كبيره. ده بيبقى جامد. ده عايز حد. مش بحب المانجا قوي، بس يعني ده كان اسمه ايه، كواكي؟ ده عسل. ده بليتش اهي، جامد اصلا. ديزاين المحل جامد، شايفين يا جماعه الحاجات اللي فوق دي جامده جدا. فبجد انا بحييكم والله، عشان احنا المفروض يبقى عندنا فرع في كل حته يعني. مثلا احنا عندنا فرع في مدينه نصر، فرع في الجيزه. ماشي. واغلب الايفنتات بننزلوا فيها، سواء معرض الكتاب، ايجي كون، الايفنتات دي كلها اغلب الايفنتات باذن الله بنبقى متواجدين يعني. ان شاء الله باذن الله، يعني مش عايزه اقاطع، ان شاء الله ناويه اجي ايجي كون اشوفكم بقى ان شاء الله ماشي. شكرا على استضافتنا والله، انا مش عايزه تعبتكم ولا حاجه، بس كان فعلا الناس طالبين مني ان احنا نصور حاجات الستورز وكده. فاتمنى ان شاء الله يكون حاجات عجبتكم، حاجاتهم حلوه جدا جدا، اشتروا منهم. بصراحه الناس كانوا محترمين جدا، وكانوا هيلبفul جدا، اللي هو عم بيساعدوني. وفي حد طلع فيهم عارفني، واللي هو طب انتوا عصاصين كده ازاي؟ عدت التجربه على خير، وابتدت بقى معنوياتي تترفع. دينا يا جماعه بقتش لا اجتماعيه، تلاقي بتصور، تلاقي ايه ده، اتغيرت فعلا من بعد 100,000. فكان جنبهم محل تاني او ستور تاني كان اسمه يوكي انمي تقريبا. كل ما ابص فيه الاقيه فاضي. يا جماعه طب انا مش هعرف اصور من غير ما استاذن حد، لازم حد يكون موجود. رحت وجيت ورحت برضو الاقي المحل فاضي، لغايه لما دخلت
ولقيت البنت جوه. فلما لقيت البنت جوه استاذنتها، قلت لها انا اسمي دينا اللي هو يا جماعه محرجه جدا. بس الموضوع ان التجربه الاولانيه الناس بصراحه كانوا محترمين قوي وعسيل جدا، فكان معلوماتي مرفوعه يعني، ما كنتش بقولها كده، كنت بقولها دينا صناعه محتوى انمي، عندي كذا كذا، وبس حابه بعمل فيديو للناس اسمه الانمي في اسكندريه، مطلوب فيه ان انا اصور الستورز وكده. انا اسفه مش هينفع تصوير غير لما اخد اذن الاونر، ماشي. المهم هي طلعت تكلم الاونر واحنا قاعدين مستنيين 5 دقايق 10 دقايق، البنت اختفت تقريبا. المهم قالت لي معلش هو اسمك ايه تاني؟ وعدنا الى الرهاب الاجتماعي من الصفر يعني. الستور اللي هناك كان رافع لي معنويات جديده دشدشها لي. فقلت لها انا اسمي دينا انمي، هتلاقيني على اليوتيوب، هتلاقيني في كل حته يعني، بس ما قلتلهاش دينا بليتش يمكن ما اعرفش يعني. فالمهم فقالت لي بصي هو الاونر مش موجود يعني، او ما بيردش، او موبايله مغلق او كده. فلقيت صاحبتي بتقولي هقعد استنى، يلا بس مع السلامه يا الفيديو باظ. بس كنت فعلا اتضايقت جدا. انت متخيلين في انمي هاوس انا كنت مبسوطه قد ايه، وبعدين راحوا دول مضايقني جدا. انا متضايقه جدا صراحه يا شباب. دخلنا يوكي انمي بتاع اسمه يوكي انمي، ما اعرفش ده ايه. فبقول لها ينفع اصور؟ هي ما رضتش. مش فاهمه يعني حضرتك ستور انمي يعني انا مثلا بصور ايه يعني؟ حضرتك ستور انمي انا داخله اصور لك، واللي هو مثلا مش يعني مش يا جماعه عشان تفتكروا عشان اكون باخد فلوس، انا والله بعمل الفيديو ده عادي جدا. انمي هاوس دخلت لقيت ناس محترمين ورحبوا بيا هنا. ما فللاسف احنا كده هنكتفي بالستورز بقى عشان بصراحه قفلوني، وعماله ادور على حاجه اسمها وان فور اول في اسكندريه كلها مش لاقياها. رحت كذا شارع بسال عليهم مش لاقياهم. فتعالوا نشوف هنعمل ايه بعد كده. بس طبعا هم ليهم كامل الحريه ان هم ما يصوروش، او هي طبعا هي مش مسؤوله عن اي حاجه في الستور عشان تقدر تديني بيرميشن ان انا اصور او ما اصورش يعني. بس هي ملهاش دعوه بالموضوع ده. بس هو واضح ان الفرع مثلا هادي شويه، او مثلا مش عليه زحمه زي الفرع التاني، فهي مش متوقعه حاجه زي كده. فبعد ما رجعت وهديت قلت معاه ايه يعني حصل لك ايه؟ ما هو فعلا الاونر ما ردش عليها، فهي ما تقدرش تديني بيرميشن التصوير، فخلاص مش مشكله. المفروض اصور 3 ستورز واقول لكم بقى الفرايتي الحاجات اللي موجوده واسعارها. اتضربت بالنار طبعا يعني. احباطي بقى كده واتضايقت جدا جدا. مش مشكله يا دندون، احنا دلوقتي احنا جعانين جدا، فاحنا نروح ناكل الاول وبعدين نشوف موضوع الكوسبلاير. فالمهم قالت لي طيب يلا نروح. ركبنا ونزلنا عند محل اسمه موتشي انمي. هو محل صغنون كده على البحر، شكله شيك جدا، ستايل ياباني تمام. ودخلنا وقعدنا. القعده كانت لطيفه جدا. كان محل يعني بالكاد بياخد 3 يعني ترابيزات. فكان في ترابيزه موجوده، استنيت ان هم يمشوا عشان اصور، يمكن هم مش حابين يظهروا معايا او كده. انا لن اتعرض لاي حاجه تانية. بصوا سيبوا الرهاب بتاعي دلوقتي يعني، هو بحاول ان انا اتغلب عليه فبالراحه. وعشان نكمل بقى الرحله بتاعتنا بعد ما خلصنا الستورز بتاعت الانمي، قلت بقى خلاص لازم اكل. اول مره في حياتي هجرب اكل الرامن من هنا. جبت رامن طلبته من عند موتشي انمي اللي في محمد نجيب. تعالوا اوريكم المكان اللي زي العسل اللي انا قاعده فيه. ستايل كله ياباني. شايفين الكرة دي؟ بصوا هنا مكان صغير بس شكله شيك جدا. بصوا بقى اللوحه الحلوه دي الساكورا. متحمسه جدا جدا، اول مره ادوق الرامن يا شباب. فهندوق ولما يجي الرامن هنوريكم. نزلوا لنا الصوص يا جماعه. الصوص ده انا نفسي بشوف الناس كلها بتدوق وانا مش عارفه. ودي البتاع الشوب ستيكس معالق، ومنزل لنا وايبس. وللاسف اكتشفت كمان ان في قطعه من الفيديو الصوت راح فيها. المهم الاكل نزل، طلبنا 1 رامن بالفراخ و1 رامن باللحمه. فقررت اعمل دوبلاج لصوتي. التداكيماس لا التداكيماس بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. مسكت الشوب ستيكس لاول مره، اني سعيده جدا للغايه. ابحث في الطبق عن اي شيء، متحمسه للغايه. اكتشفت عدم مهارتي في الشوب ستيكس مع ان انا ماهره جدا، ولكن المكرونه كانت بالزفلط. فكنت سعيده جدا. قررت ان امسك مكرونايه وادوقها. بستغرب بستطعم. هاخد حاجه تانية فيها جزر. مش عارفه اتكلم، مش عارفه اقول، مش عارفه. بفكر جامد قوي. الله انه لذيذ للغايه، يجب ان اقول هذا. جميل جميل جميل. بحاول اعيش تجربه الفود بلوجر وادي الموضوع فرصه تانية، لان ما ينفعش ندوق من اول قطمه. هي المكرونه دي المفروض تتزفلط، انت ليه بتقطعيها بالنص؟ بس برضو لسه جميل جدا جدا، باين على وشي فعلا.
ده حلو قوي. وبعدين قررت ادوق الدمبلينجز اليابانيه، حسيت ان هي كبيره شويه، كنت هموت وادوقها يا جماعه، انا كنت هموت وادوق الشيء ده. قطمت قطمه، مستغربه جدا ومش عارفه اوصل المعلومه اللي في دماغي، او مش عارفه انا عايزه ايه، بس يعدي. المهم بصراحة التعامل معاهم كان لطيف جدا، هم ناس لطيفة جدا. ادونا موتشي اللي هي هدية، والله العظيم ما كنت قصدي اخد هدية، بس انا ما عرفتش اكسفه يعني، بس هو لقيته بيقول لي هدية من المطعم وكده. المكان نظيف جدا، واضح جودة الطعام كانت حلوة قوي، جودة الاكل كانت حلوة قوي. بس المشكلة كانت عندي دينا، انا واضح ان انا الاكل الياباني او الاسيوي لم يستهويني، لان انا كنت فاكرة ان انا يعني هاكل الاكل هعمل كده. انا مش مشكلتهم، هو مشكلتي انا ما عجبنيش الاكل الياباني. ايمان مثلا صاحبتي كان عجبها جدا، لدرجه ان هي يعني قلت لها خدي، عجبها جدا، هي بتاكل ياباني كتير واسيوي كتير، فبتقولي لا من احسن الاماكن اللي انا قعدت اكل فيها. لكن بالنسبه لي حرفيا دي كانت اول مره احط في بقي رامن، انا ما اعرفش ايه الرامن ده، اول مره ادوقه. كنت حاطه بقى انا ذوقي في الاكل شويه يعني معقد، فلو لا هو مش ذوقي في الاكل، ولكن الاكل نظيف جدا حلو قوي. لو انت بتحب الاسيوي الياباني انصحكم ان انتوا تروحوا بيه، والاونر حد محترم جدا، فبجد برضو الحمد لله يعني الدنيا مشي زي الفل. طيب احنا كده ناقصنا ايه يا دينا؟ نكلم الكوسبلاير اللي هو في حد مشهور جدا جدا في مصر وبقى في العالم بصراحه، وبقى مشهور جدا في العالم، واستاذنين انت تصوري معانا. ما قدرتش اتكسفت، ما قدرتش يعني. بص انا طاقتي خلصت في اليوم ان انا لا شكرا. انا المشكله ان انا كمان تاني يوم مروحه القاهره بقى، اللي هو خلاص مفيش قاعده، فاللي هو الفيديو باظ مني. الفيديو باظ مني عادي، مش مشكله. ايه ده ندون يعني ما الفيديو باظ، نروح تاني وتالت ونعمل فيديوهات تانية وتالت. ان شاء الله باذن الله فلوج اليابان اللي هتعمليه في اليابان ان شاء الله يبقى افضل من كده. انت بدايه ليه يا ماما؟ بصي لي هنا، انت بدايه ليه؟ بس بصراحه ما عادش عليا الفوتج اللي انا صورتها دي تترمي في الزباله، فقلت كده كده هعملها لكم. ودي كانت بدايه بالنسبه لي ان انا اعمل فلوج يعني. حتى كمان حاسه ان انا فشلت في فلوج السينما بتاع اسمه ايه ده ديمون سلاير، لان انا ما وريتكوش الاجواء قوي، انا كنت مركزه مع الفيلم قوي. ولكن انا مش فلوجر، انا ما اعرفش اعمل فلوجات، بس هحاول ان انا لما اكون في مكان اقدر ان انا اوصف لكم التجربه بتاعتي. لو في ايفنت برضو رحت هحاول اوصف لكم التجربه بتاعتي. كلت في مكان يعني مكان ليه علاقه بالانمي او مش بالانمي، هوصف لكم التجربه بتاعتي على قد ما اقدر، على قد ما الرهاب بتاع الاجتماعي يسكت ويسكتني. وعموما الحمد لله انتهت الرحله، كانت رحله سعيده جدا بالنسبه لي. افضل حاجه فيها كانت القبه يا جماعه، اللي بيروح مكتبه اسكندريه يروح عرض القبه الساعه 10 الصبح، ده تحفه كان جامد جدا. ما قدرتش اصوره وما كنتش عارفه اصوره لان انا رايحه، معلش دي حاجه خاصه جدا، بس انا رايحه ضرسي وارم ودرسي اول ما رحت اسكندريه ضرس العقل، الله انا انت بقاله كتير مدفون، يلا نطلع بيه يلا. ما كنتش عارفه ابلع، ما كنتش عارفه اتكلم. يعني الحمد لله انا صورت لكم حاجه زي دي، ولكن انا كنت عايزه اخد التجربه. ولو مكمل معايا الفيديو لغايه دلوقتي اسالك سؤال واحد، اللايك فين؟ بلاش اللايك فين دي. طيب عملت لايك؟ عملت سبسكرايب؟ لو عملتهم شكرا جزيلا، لو عملتهمش حاول. الرهاب الاجتماعي بقول لك عامله رهاب اجتماعي وصورته بتاع، ما نعملش لايك. ولغايه ان الفيديو يخلص، واشكركم واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. باي.